السلام عليكم خوتنا. شوفوا خوتكم شنو واقع فيهم. شوفوا خوتكم شنو واقع فيهم في السعودية. البنات اللي باغيه تجي تخدم في السعودية يتجلس في الدار ديالهم، تجلس في الدار ديالهم تخدم، ولا تجلس في دارهم تشرب غير الماء وتاكل الخبز، وما تجيش لهاد البلاد هادي، حيت هاد البلاد الا جيتي لها راه يتكرفسوا عليك. الا جيتي تخدمي بدراعك راه يتكرفسوا عليك. الا ما بغيتيش تخدمي شي حاجه اخرى وبغيتي تخدمي بدراعك راه غادي يتكرفسوا عليك. هنايا ها هما البنات، ومازال البنات ما بغاوش يبانوا، مازال البنات راهم خارجين برا خايفين يتصوروا. راه حنا هنا 15 بنت، ها حنا جينا نخدموا صدقنا محبوسين، جينا باننا خدامين، ها حنا صدقنا محبوسين. يلا خايدنا وراقنا، خايدنا كل شيء ديالنا، ما بغاوش يعطيونا لا حوايجنا ولا وراقنا ولا حتى شي حاجه باش نمشيو بحالنا. ها البنات حتى فلوسهم ما خداوهمش، المراه مسكينه مضروبه، ها هي مصوتينها، ووحده عاود برا هي مكرفصين عليها مصوتينها، راه خايفه ما باغياش تتصور. واش غنقول لك، الحاله ما هي حاله ورمضان، وحنا راحنا مكرفصين هنا في رمضان، في هذا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخوت اليوم قررت انني ننزل هذا الفيديو هذا اللي بقى يوقع. انا عارفه ان هذا الفيديو هذا لو وصل للبلاصه اللي انا فيها غادي نتعذب وغادي نتضرب وغادي نتحط في الحبس الانفرادي، حيت غنكون في بحث سر من اسرار الدوله. انا الخوت وحنا مغربيه من 100 حاله مغربيه كاينه هنايا، عانى وقسى ومنظل. انا لم معتمد تعرفت على واحد السيد على موقع من مواقع الانترنت، اتفقت انا وياه على الخدمه، انني نجي نخدم هنايا، وكنت مضطره انني نجي حيت ما كاينش اللي غيصرف ليا على بنتي، وما كاينش اللي غيهز ليا بنتي، وما كاينش اللي غيعقل علينا الظرف ديال الخبز. ما عنديش حتى برهكه اللي تسترني انا وياه. جيت باش نخدم هنايا باش نقدر نهز بنتي، نقدر نقريها، نقدر نلبسها، نقدر نوكلها بحال كاع الناس. جيت البلاد هادي ضمن الفراغ اللي ما عمري شفتو في حياتي. تشكيت، خدت ليا حمام ديال الحبس غير هكاك، ما عرفتش علاش. ما خليتش الباب اللي دقيت فيه، ما خليتش البلاصه اللي مشيت ليها حتى السفاره ديال القنصليه المغربيه لجده هنايا باحث السعودي. انا ما كنهضرش غير هكاك، عندي اثباتات ديالي، عندي الوراق ديالي، عندي التسجيلات ديالي ديال السفاره كتهددني وكتساومني. انني نتنازل عن القضيه اللي رفعتها للكفيل ديالي، وانني نتنازل على جميع الحقوق ديالي كعامله منزليه مقابل انني نستلم جواز السفر ديالي، جواز السفر ديالي اللي انا جايباه معايا من بلادي اللي عاطيها ليا الدوله ديالي. ولينا كنتعاملوا هنايا كمجهولي الهويه، اننا لا ارض لا وطن، معروف لينا اصل، ما معروف علينا بلاد. انا مشكلتي اخوت انني جيت لهنايا باش نخدم، الا كفلت واحد سعودي ما كيخافش الله. السيد مني جيت لهنايا طلب مني الزواج وهددني باش نتزوج فيه، قال لي الا ما تزوجتيش بيه غتنسي شي حاجه سميتها المغرب، غتنسي شي حاجه سميتها والديك، سميتها بنتك. اضطريت انني نوافق، قبلت وتزوجت بهذا السيد. شويه السيد ولا كيعيط لصحابو باغي يجيبهم عندي للدار، من رفدت وليت كندابز معاه ولا كيهددني، كيدير لي بلاغ وهروب، كيدير لي خروج نهائي، كيقول لي انا ديكلاريت بك في اي وقت يجيو يدوك البوليس. تعذبت معاه، دابست معاه، ولا شويه باغي يجيب لي العيالات للدار. مني رفضت كلشي، عيط ليا لصاحبو قال لي ديها عندك للطرف. مشيت جلست مع صاحبو ومراتو وولادو 4 ايام، شويه رجع عندي عاوتاني للطايف وهبطني لجده. تقاتلنا دابزنا، سبني عايرني هاني ما خلى لا دار ليا، عاوتاني ديكلاراسيون انني هربت ليه، انني ما عارف شنو درت ليه. عاوتاني رجعوني للطايف، خدموني في الدار عند واحد الناس سعوديين. قلت الحمد لله انني تفكيت منهم، الحمد لله انني تفكيت من هاد العصابه البشريه اللي انا طحت فيهم، اللي ما كيخافوش الله، اللي كيضحكوا على بنات الناس. تحت قال الله وقال الرسول انهم متدينين، انهم طوعيه، انهم كيخافوا الله. خدمت عند الناس، قلت الحمد لله على كل حال. خدمت عند الناس ما خلاونيش نتهنى في خدمتي، خرجوني من الخدمه على اساس انهم غينقلوا لي كفالتي باش يعطوني الجواز ديال السفر ديالي، باش يعطوني الاقامه ديالي.
ما كنتش عارفه ان هذه لعبه من اللعاب ديالهم، ان هذا هو النهار اللي غادي يتكرفصوا لي فيه، وحنايا في رمضان وحنايا صايمين. ما يخاف الله، ما كيتقى الله، ما حتى شي حاجه. تكرفصوا ليا، تداو عليا، ما خلاو بدا فيا. في الرياض واصلهم النمره ديال اشرف بالمدن، وما عندكمش النمره ديال المسؤولين المغاربه ولا السفاره المغربيه تما. اليوم كيتصلوا بيا 150 بنت من القلب ديال السجن ديال الرياض. كي دايره الوضعيه ديالكم تما؟ كي دايره الوضعيه ديالكم؟ خويا ما اشرف ما نقدش انا نعاود لك شنو كيدوز علينا، حيت هاد لاباراي كتسجل، ما نقدر نقول لك حتى شي حاجه. هما انا سولتهم واش نتوما تما على الفساد، كيقول لك لا خويا اشرف، ما نكذبش عليك، الوصف سيرتو كانت واحد العائله ما كبارهمش وكانوا فعلا كيقلبوا على بنتهم. اي واحد كيتفرج في الفيديو هذا وكيعرف شي بنت عايشه في السعوديه ولا كيعرف عائله ديال شي بنت عايشين في السعوديه، كنتمنى منك تصنت ليا غير شي شويه، حيت فريمون هذا الفيديو هذا غنتمنى منك تبارطاجيه، ماشي في مواقع التواصل الاجتماعي ولكن مع العائلات اللي بناتهم عايشين في السعوديه. بزاف ديال العائلات المغاربه اليوم ما عارفينش بناتهم فين كاينين. اليوم كيتصلوا بيا 150 بنت من القلب ديال السجن ديال الرياض، والتسجيلات الصوتيه من داخل السجن غندوزها لكم وغادي نترجع حتى المسؤولين. انا ما عمري طلبت من شي واحد يبارطاجي الفيديو ديالي، مي فريمون غنطلب منكم تبارطاجيو مع العائلات. بزاف ديال البنات هضروا معايا ما قادرينش يقولوا لوالديهم فين هما، مي غادي ضروري نوصل الرساله ديالهم. بزاف ديال المسؤولين اللي طلبتهم مني اتصلوا بيا، راه عندي عائلات ديال نوامرهم هنا في المغرب، غادي تسمعوا التسجيلات الصوتيه. وعلاش معتقلين؟ الا قلت لي معتقلين على الفساد، راه غادي تسمعوا التسجيل الصوتي مع واحد السيده عندها 54 عام ولا ما عرفتش 73 عام، مخشيه هي معاهم وسط السجن. كاينين بنات ديال العيون، كاينين بنات ديال مكناس، كاين بنات قنيطره، كاين بنات سلا، كاين بنات الرباط، بنات اسفي، كاينين بزاف ديال البنات. قال لك هما داخلين في حمله اللي داز اللي لقاوه كيديو. كاينه بنت مشات غير ضايفه لتما واليوم راه في السجن، حتى والديها ما عارفيناش فين كاينه. كاينين بزاف ديال البنات كيقولوا لي يا اخي اشرف بغينا نقولوا لك داكشي اللي كندوزوه ولكن لاباراي راه كتسجل. قالوا لي شي اشياء اللي انا ضراتني في خاطري. انا ما غاديش ندخل في اختصاصات ديال دوله اخرى ولا قانون ديال دوله اخرى. اللي غادي نطلب منه ان بعض المسؤولين السفاره كيتصلوا بهم ازيد من 6 شهور هذه ما كيجاوبوا حتى شي واحد. انا براسي واستغربت، قلت كيفاش هاد الناس هادو من وسط السجن في الرياض واصلهم النمره ديال اشرف بالمدن وما عندكمش النمره ديال المسؤولين المغاربه ولا السفاره المغربيه تما.